السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، والنهارده بإذن الله هنتكلم عن الحكاية التالتة من سلسلة فيديوهات أهل زمان، البرنامج اللي احنا قررنا نعمله من فترة مش كبيرة، إن احنا نتكلم عن شخصية أهلاوية، نطلع نتكلم عليها شخصية أهلاوية من بتاعت زمان أو موقف أهلاوي حصل في الجيل الذهبي بتاع زمان، ونطلع نتكلم على الشخصية ونطلع نتكلم إيه هو الموقف. النهارده بإذن الله نجمنا أو الشخصية الأسطورة النهارده معانا هو محمود مختار التتش. هنتكلم ان شاء الله على كل حاجه، مين هو مختار التتش، عشان في ناس كتير ما تعرفش مين هو الشخص ده، وهنتكلم عن كل حاجه بالتفصيل عنه. ليه الملعب اتسمى مختار التتش او ليه الملعب اتسمى التتش، وهنتكلم عن كل حاجه بالتفصيل عن الشخصيه دي. كمان هنتكلم ان ازاي اللاعب ده كان لاعب اوروبي، وكان كل صحف العالم والصحف الاوروبيه كانوا بيتكلموا عليه. عشان تشوف الفيديو كامل يا ريت تدوس على اللينك، هتلاقيه فوق في البوست او تحت في الكومنتات، وتبعت لينك الفيديو لكل اصحابك عشان يوصل لهم كل جديد ان شاء الله. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. نبدا باول حاجه معانا، وزي ما متعودين هنبدا بولادته او نشأته. محمود مختار التتش اتنشأ او اتولد في 29 سبتمبر 1905 في السيده زينب بالقاهره، وبعد كده التحق او انضم لفريق المدرسه الابتدائيه اسمها فرقه مدرسه محمد علي الابتدائيه. ومحدش يسأل ازاي هو كان عنده 18 سنه داخل المدرسه دي، بس هو اللي احنا كل اللي احنا عارفينه اللي هو يا اما ده نظام التعليم ساعتها، يا اما هو داخل المدرسه متاخر او حاجه زي كده. وبعد كده انتقل او التحق بمدرسه اسمها مدرسه السعيديه الفريق بتاعها. ويذكر ان هو في المدرسه دي لما كان بيلعب في الفريق بتاع كره القدم ما هزمش خالص الفريق في ولا مباراه. ده دليل ان مختار التتش كان عنده البصمه في المدرسه دي. وبعد كده التحق بكليه الحقوق وخد البكالوريا. حد يقول لنا بقى يعني انتوا عايزين ايه؟ انجزوا، عايزين نخش على طول في الطريق اللي احنا او الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه، اللي هو موضوع النادي الاهلي ومختار التتش، ايه علاقتهم ببعض. هنبدا دلوقتي نتكلم ونقول ان النادي الاهلي اكتشف محمود مختار التتش، ودخل يعني انضم للنادي الاهلي في 1922. اذا ان هو اتولد في 1905 ودخل النادي الاهلي وهو في 1922، يعني عنده في حسبة 17 سنه. وده يدل ان هو لما تصعد للفريق الاولاني، ده يدل ان هو لاعب موهوب وعنده بصمه، لان مش اي حد حتى دلوقتي مش اي حد عنده 17 سنه يلعب في الفريق الاولاني. ده يدل ان هو لاعب موهوب وذكي وعنده امكانيات الاهلي ساعتها كان عايزها. دايما اللعيب الكبير بيبان بدري، وبصمته في الملعب بيبان بدري. في اول مباراه لعبها مختار التتش مع الاهلي كانت ضد فريق اسمه فريق الطيران الانجليزي في كاس اسمه كاس السلطانيه. الاسماء كانت غريبه شويه زمان، بس الكاس كان اسمه كاس السلطانيه. النادي الاهلي كسب ساعتها 2-1، ومختار التتش قدر ان هو يحرز هدف من الهدفين. كده احنا خلصنا نشأة مختار التتش وبدايته مع النادي الاهلي. نيجي بقى لانجازات مختار التتش. خلينا متفقين ان محمود مختار التتش قاد او تولى قياده منتخب مصر والنادي الاهلي لمده 17 سنه كامله، وقدر ان هو يشارك في 3 دورات اولمبيه مع منتخب مصر. اول دوره هي اسمها الدوره الاولمبيه الثامنه في باريس عام 1924. وساعه ميعاد الدوره دي كان في مصر ميعاد امتحان اسمه امتحان شهاده الكفاءه. فكان لازم محمود مختار التتش يختار يا اما يلتحق ببعثه منتخب مصر ويروح يسافر الدوره الثامنه في باريس دي، يا اما يمتحن امتحان شهاده الكفاءه دي. ساعتها مختار التتش اختار ان هو عايز يسافر مع منتخب مصر. طبعا لعيب صغير وعايز يثبت نفسه، والموهبه هي اللي بتطغى عليه. اختار كده، لكن للاسف والده رفض سفره خوفا على مستقبله. طبعا الموضوع ده وصل لسعد زغلول اللي كان ساعتها هو رئيس مجلس الوزراء. فبعد ما الموضوع وصل لسعد زغلول، هو اصدر قرار بمشاركه مختار التتش في الدوره دي، ويتم ارسال ورق الامتحان لحاجه اسمها المفوضيه المصريه عشان مختار التتش يمتحن هناك. وده يدل على اهميه اللاعب ده ساعتها. يعني ايه رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار ان لاعب ما يمتحنش ويسافر مع منتخب بلده؟ لا هو طفره. ده كده كان لعيب عالمي، وكان صيته مسمع، يعني صيته كان واصل لسعد زغلول اللي هو كان رئيس مجلس الوزراء ساعتها. وفعلا محمود مختار تتش امتحن في المفوضيه المصريه امتحان شهاده الكفاءه، وشارك مع منتخب مصر في دوره الالعاب الاولمبيه الثامنه في باريس. نيجي لتاني دوره شارك فيها محمود مختار تتش، هي دوره الالعاب الاولمبيه التاسعه في امستردام، المره دي مش في باريس، عام 1928. محمود مختار تتش في الدوره دي تالق جامد قوي، ابدع زي ما بيقولوا. احرز لعبنا قدام البرتغال ولعبنا قدام تركيا. قدام البرتغال احرز الماتش ده منتخب مصر كسبه 2-1. مختار تتش هو اللي احرز الهدفين ساعتها صحف العالم كلها اتكلمت عليه واشادت بيه، واختارته ضمن منتخب العالم اللي لعب ساعتها منتخب العالم. بعد الدوره دي لعبوا ماتش كده، وكان ساعتها من ضمنهم هو محمود مختار التتش، وخد جايزه افضل لاعب في البطوله دي، خاصه بعد ما احرز هاتريك قدام تركيا. منتخب مصر لعب قدام تركيا كسب تقريبا 7-1 ساعتها، ومحمود مختار التتش ساعتها هو كان احرز هاتريك.
فالبطوله دي كانت بجد وش السعد. وش السعد على محمود مختار تتش. كسبنا البرتغال 2-1 وهو اللي احرز الهدفين قدام البرتغال، ولعبنا تركيا كسبناها 7-1 وكان محمود مختار تتش هو اللي احرز هاتريك من السبعه، فصحف العالم كلها اتكلمت عليه وخد جايزه احسن لاعب في البطوله. الانجاز الثالث اللي عمله محمود مختار التتش كان في دوره اسمها دوره الالعاب الاولمبيه في برلين في المانيا عام 1936 بالتحديد. دي كانت الدوره رقم 11. محمود مختار التتش اظهر فيها مهارته واظهر فيها ابداعاته واظهر ان هو لاعب فعلا ذو موهبه، عشان كده اختاروه هناك في الدوره دي من ضمن او من احسن 12 لعيب في العالم. ده يدل ان محمود مختار التتش اظهر امكانياته كلاعب كبير، امكانياته الفرديه وان هو لعيب كبير جدا، وخصوصا ان دوره زي دي في المانيا يختاروه من ضمن احسن 12 لعيب في العالم. وساعتها في 1936 ما حدش يقول لي ان ما كانش فيه كوره ساعتها، لا كان فيه كوره بس ما كانتش كوره حديثه، كان فيه كوره ومعظمها اصلا مهارات فرديه. فيكون ان هو ياخد الجائزه دي يبقى هو كده اللعيب كان ذو موهبه كبيره جدا في الوقت ده. بالمناسبه من الدلائل برضو ان محمود مختار التتش ما كانش لاعب عادي وكان لاعب مميز. اللاعب ده اكتر لاعب شارك في نهائي كاس مصر على وش او على مدار تاريخ الكره المصريه كلهم. شارك في 11 او شارك في 11 نهائي على مدار كل السنوات اللي لعبها، فده يدل ان هو لعيب مميز ولعيب اسطوره بمعنى كده. نيجي لتالت حاجه معانا في الفيديو وهي سر لقب محمود مختار بلقب التتش. وزي ما معودينكم زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت ان كل اسطوره بنتكلم عليها بيبقى ليها لقب، سواء كان المجري مصطفى عبده او شطه. برضو محمود مختار اتسمى بلقب التتش، وعلى فكره في ناس فاكره ان التتش ده جزء من اسمه، لا ده لقب مطلق عليه. وهناخد دلوقتي ليه تم لقبه او الناس لقبته بلقب التتش، عشان كان في لورد اسمه لورد لويد. ساعتها طبعا كان في الاحتلال البريطاني، فكان في لورد اسمه لورد لويد، ده كان المندوب السامي البريطاني في مصر ساعتها. اللورد ده كان بيتفرج على ماتشات النادي الاهلي وكان بيشوف محمود مختار التتش كتير قوي في الملعب، وكان معجب جدا بمهاراته وادائه، فاطلق عليه لقب التتش. ليه بقى؟ التتش ده كان اسم بيتسمى اللاعب السيرك اللي حجمه صغير واللي بيبهر الناس بحركاته ومرونته. فهو اطلق عليه لقب التتش عشان هو عامل زي لاعب السيرك اللي حجمه صغير ده، اللي مبدع في الملعب واللي بيبهر الجماهير بمهارته سواء كانت الفرديه او الجماعيه. ومن كتر عظمه الكنترول بتاع مختار التتش بالكوره، كان دايما لورد الويد كان بيقول لاصحابه اللي قاعدين معاه ان كنترول او تحكم محمود مختار التتش بالكوره زي بالظبط تحكمه هو اللورد الويد، تحكمه احسن كمان، تحكمه احسن زي تحكمه بالبرتقانه اللي تبقى في ايده. ده طبعا مجازا للكنترول العظمه بتاع التتش ساعتها للكوره، ان هو يكون يشبه كنترول كوره بالرجل بكنترول او مسكه برتقانه في ايده. فده معناها ان فعلا كنترول التتش كان دايما كان عظيم. ودايما اللورد لويد كان بيقول ان هو كل ما كان يشوف محمود مختار التتش كان يقعد يلقبه يقول له هلو تتش، وكان بيقعد ينادي عليه بلقب التتش. قلنا زي ما قلنا عشان هو زي لاعب السيرك اللي صغير الحجم اللي دايما بيبهر الجماهير بمهارته وبروعته في الملعب. نيجي لاخر جزء معانا في الفيديو، وهو زي ما متعودين بنختم باخر حاجه معانا، هو مسيره اعتزال اي لاعب بنتكلم عليه. مسيره اعتزال مختار التتش كانت مختلفه شويه عن اللي قبله، لان دايما لو اي حد بيلعب كوره او اي حد بيلعب او خلاص حب في الكوره بيموت نفسه لغايه ما يقول لك لا انا هستنى لغايه لما ابقى في اسوء حالاتي وابطل كوره. لا، محمود مختار التتش مختلف، قال لك انا عايز افضل ان انا ابطل العب كوره وانا في احسن حالاتي عشان ابقى في عز مجدي وفي عز تألقي، عشان اكون راضي عن نفسي كمان. فهو في 1940 قرر ان هو يعتزل كرة القدم، مع ان كتير قوي من المشاهير والصحفيين والنقاد وناس كتير قوي بتاع ده اشاروه ان هو ما يبطلش كوره في السن ده، لكن هو زي ما بقول لكم فضل ان هو يبطل كوره في عز مجده وعز تألقه. ايه هو مشواره بعد ما اعتزل كرة القدم؟ قرر ان هو ما يستغناش برده عن الرياضه، قرر ان هو يلعب الهوكي كهوايه، لعب لعبه الهوكي كهوايه، وبرده اشتغل مدرب في النادي الاهلي، وكان سكرتير عام للجنه الاولمبيه المصريه من عام 1956 او 1956 لغايه 1959. ومش كده وبس، مختار التتش كان وكيل عام في وزاره الشباب والرياضه، وفي عام 1965 طلع على المعاش، وقرر الرئيس السابق جمال عبد الناصر الله يرحمه يكرمه ويديله وسام الرياضه من الدرجه الاولى او من الطبقه الاولى
بسبب تميزه، بسبب ان هو ما استكفاش بس مشواره في كره القدم. ممكن لعيبه كتير جدا نشوفهم ان هم يلعبوا كره القدم كويس قوي ويبرزوا ويقدموا كل اللي هم عايزينه في كره القدم جوه الملعب، لكن بره الملعب ما يقدموش اي حاجه الرياضه. لكن مختار التتش زي مثلا زي شطه، زي غيره اللي هو قرر ان هو يشتغل في الرياضه ويسلك السلك بتاع الرياضه فتميز فيه. فعشان كده جمال عبد الناصر قرر ان هو يكرمه ويديله وسام الرياضه. 21 فبراير عام 1965 توفى رحمة الله محمود مختار التتش بسبب أزمة صحية مفاجئة. ورحل عن عالمنا واحد من أساطير النادي الأهلي ومنتخب مصر. عشان كده قرر مجلس إدارة النادي الأهلي ساعتها إن هم يسموا ملعب النادي الأهلي ساعتها على اسمه ملعب التتش، تكريما للأسطورة دي. وعلى فكرة معنى كده إن ده ما كانش أسطورة عادية أو ما كانش لاعب عادي، لا ده كان أكيد أسطورة كبيرة في عالم كرة القدم. كون إن لاعب اتسمى اسمه على ملعب النادي الاهلي يبقى معنى كده ان ده لاعب كان كبير جدا وكان ليه وكان ذو قيمه وكان اسطوره بمعنى الكلام. وعشان ما ينفعش نقفل الفيديو بتاعنا من غير ما ندي الاسطوره مختار التتش حقه، في موقف عايزين نتكلم عليه. بس في عام 1943 النادي الاهلي كان هيسافر فلسطين بسبب ان تلبيه لنداء الانديه الفلسطينيه لدعوه ضد الكيان الصهيوني او الاسرائيلي، عشان يعززوا موقفهم يعني. عشان يعززوا موقف ضد الكيان ده. فمختار التتش فساعتها النادي الاهلي كان عايز يسافر فلسطين عشان يلبي الدعوه دي. ساعتها اتحاد الكوره عرف، وكان برئاسه حيدر باشا، فمنع النادي الاهلي ان هو يسافر لفلسطين بالضغط من السلطات البريطانيه، ان هم كانوا عارفين ساعتها النادي الاهلي هيسافر لفلسطين عشان يلبي تعزيز النداء ده بتاع الانديه الفلسطينيه. فقرر ان هو يمنع النادي الاهلي ان هم يسافروا لفلسطين. ساعتها مختار التتش عرف، فجمع اللعيبه وبصفه غير رسميه او بصوره غير رسميه وسافروا لفلسطين عشان يلبوا النداء ده. ساعتها اتحاد الكوره عرف، فقرر يشطب النادي الاهلي من القائمه خالص بتاعت الانديه، ويمنعهم ان هم يشاركوا في كل البطولات المحليه وخصوصا بطوله كاس مصر. وده موقف بطولي جدا من مختار التتش، ان هو ساعتها ما هبش اتحاد الكوره ولا هاب اي حد ولا هاب السلطات البريطانيه، وقرر ان هو يجمع اللعيبه لان هو القائد زي ما قلنا، وهو ابرز واكتر واحد عنده امكانيات في اللعيبه. وهو يعني ساعتها كان هو اللي من الاخر اللي ليه كلمه عليهم واللي اللي هو يقدر يمشيهم. فقرروا ساعتها ان هم يسافروا لفلسطين. وبعد عده شهور من شطب النادي الاهلي قرر اتحاد الكره بمزاج الكره برئاسه حيدر باشا ان هو يعفو عن النادي الاهلي بشرط واحد، ان كل اللعيبه هتيجي لمقر اتحاد الكوره وتقدم اعتذار رسمي عن سفرهم بدون علم اتحاد الكوره. كل اللعيبه راحت ما عدا لاعب واحد بس، اكيد انتوا عارفين مين هو الاسطوره محمود مختار التتش. رفض الرحيل وبعت برقيه لاتحاد الكوره برئاسه حيدر باشا، قال له لقد ذهبنا بالنسخ، لقد ذهبنا الى فلسطين في مهمه وطنيه وهو موقف من العار الاعتذار عنه، وبناء على ذلك فانا لا يشرفني ان انتمي لاتحاد الكوره الذي يترأسه امثالك. كانت جامده قوي بصراحه، زي الوقعه بتاعت امام عاشور بالظبط. والله العظيم يعني جابها، يعني قصف جبهته، بيقول له احنا رحنا في مهمه وطنيه وما ينفعش اعتذر عن موقف زي ده، فانا مش بيشرفني ان انا انتمي لاتحاد الكوره اللي بترأسه امثالك. وفعلا هو معاه حق، واحنا كلنا بصراحه بنقول شابوه لمحمود مختار التتش على الموقف ده. اتحاد الكوره جاله حرقان ساعتها برئاسه محمد حيدر باشا، فقرر شطب محمود مختار التتش. ده موقف طبعا هو بعد الشطب هو لعب تاني وشارك، بس ده موقف وطني وبطولي. عايزين نقول لكم ان محمود مختار التتش ما كانش بس لاعب كوره متميز جوه الملعب، لا هو بره الملعب راجل فاهم وواعي. زي ما جماهير النادي الاهلي بتقول دايما من شيوخنا اكتسبنا مجدنا، دايما من شيوخنا ومن اللعيبه الكبيره دي ومن اللعيبه العظيمه دي احنا بنكتسب المجد وبنكتسب الفخر وبنكتسب العزه من اللعيبه العظيمه دي ومن النادي الاهلي اللي ياما هيورينا مواقف وطنيه زي المواقف دي. كده وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، واتكلمنا بكل حاجه بالتفصيل عن مختار التتش العظيم الاسطوره، زيه زي اساطير تانية كتير لعبت في النادي الاهلي. واهم حاجه ان هم انهوا مسيرتهم في النادي الاهلي، مش زي ناس تانية لعبت وقدمت للنادي الاهلي كتير والنادي الاهلي قدم لهم كتير. وقبل ما اقول لهم قدموا النادي الاهلي حاجه، النادي الاهلي قدم لهم فلوس وسمعه وانجازات وبياخدوا. وفي لعيبه كتير جدا كانوا في النادي الاهلي وقاعدين على الدكه كده حاطين دماغهم على ايديهم على دماغهم وحصلوا على انجازات من لا شيء. فاذا النادي الاهلي هو اللي الكبير على اللاعبين، مش اللعيبه هي اللي الكبيره على النادي. دايما كنا بنذكر اسم مختار التتش العظيم بس من غير ما نعرف هو مين. في الفيديو ده يا ريت كنا خفاف عليكم، ويا ريت كنا ان احنا قلنا كل حاجه بالتفصيل عن مختار التتش من غير ما كنا يعني حسسناكم بملل ولا اي حاجه. لكن الحمد لله قدرنا ان احنا نتكلم على كل حاجه بالتفصيل. استنوا مننا باذن الله في فيديوهات كتير الفتره الجايه، وزي ما متعودين برنامج اهلي زمان متخصص
على، ما حدش يجي يقول يتكلم على ابراهيم سعيد ولا مش عارف مين. احنا بنتكلم عن الناس بتوع اهلي زمان اللي هم كانوا ولسه لغايه دلوقتي في قلوبنا، بس لسه الحمد لله، بس في ناس كتير ما تعرفش هم مين. ان شاء الله باذن الله لو ربنا ادانا طول العمر هنفضل نتكلم على شخصيات كتيره جدا مدفونه تحت عقول الاهلاويين. مش مدفونه يعني هم مش فاكرينهم، لا هم فاكرينهم بس مش عارفين تفاصيلهم، زي المجري مصطفى عبده، زي مختار التتش، زي شطه، زي لعيبة كتير. زي لعيبه كتيره جدا. ومش بس كده، ان شاء الله هنحاول الفتره الجايه نشوف مواقف كده اسطوريه زي الموقف الاسطوري اللي زي ده، نتكلم عليه بالتفصيل، مش هنتكلم عن شخصيات بس. ان شاء الله نكون افدناكم وان شاء الله نكون متعناكم ان شاء الله. عشان تشوف الحكايه الثانيه والاولى. دي كانت الحكايه الثالثه بتاعت محمود مختار التتش. عشان تشوف الحكايه الثانيه والاولى عن مصطفى عبده وعن شطه، يا ريت تبص على القناه هتلاقي الفيديوهين موجودين عندك. وان شاء الله الفتره الجايه باذن الله هنتكلم عن كاس العالم اللي فاضل عليه خلاص اقل من اسبوع. هنتكلم عن معلومات سريعه كده عن تاريخ كاس العالم كله من اول ما بدا لحد 2018. استنوا مننا ان شاء الله فيديوهات كتيره الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله النادي الاهلي هيفضل فوق الجميع باذن الله ورقم واحد بلعبته وباساطيره وبجماهيره. السلام عليكم.